ده انسان اللي يعرف يوصل للبنت هايدي بتاعت الشيبسي يقول لها الراجل الشحات عايز يرجع لك ال5 جنيه. ايه ده بجد يا جماعة؟ ايه الاوفر ده؟ ايه الاوفر ده بجد؟ ايه فيه؟ هو ايه حصل في الدنيا ده؟ حتى يعني محدش جاب سيرته ولا حتى قالوا اسمه. طب يعني ما يمكن هو اولى، ما هو حد غلبان ما طلش من الحوار كله ولا الترند ده كله غير ال5 جنيه اللي هي اديتها له. تامر حسني تعالي بقى غني معايا، اصلا انا ما عنديش حفلات اليومين اللي جايين دول، بس انا بعزمك على الفرح انا رايحه، واتمنى طبعا تيجي تغني معايا وبقى حسب وقتك، يعني لو وقتك يسمح. ها معلش يا فنانه، هو انت سمعت صوتها؟ يعني سؤال محتاج اجابه، معلش صدقني بيراودني من اول ما شفت الخبر. هو انت سمعت صوتها اصلا حلو ولا مش حلو، ولا هو اي حاجه تاخد اللقطه بيها وشو خلاص؟ يعني في ايه يا جماعه؟ في ايه بجد يعني؟ جماعة بجد انا ببص على البنت في الفيديوهات حرفيا مصدومة. يعني هي البنت اصلا عايزة تقول لكم انا عملت ايه ده كله بجد؟ يعني هو موقف حلو انساني جميل، متربية حلو، انا ما انكرتش ده، بس يا جماعة يعني الافورة كفاية. احنا بقينا شعب تافه قوي بجد، تافه. يعني عارفين كده اللي هو نيجي في الفرغة ونتصدر، اهو ده بجد اللي احنا بنعمله. طيب يا جماعة يعني نعمل ايه احنا بقى في الشحاتين دلوقتي اللي هيبقوا عند السوبر ماركتس؟ مش هنروح سوبر ماركت بقى غير لما يبقى قدامه شحات. احنا اكيد مربيين عيالنا واحنا طالعين على المبدأ ده، يعني موقف بيحصل حرفيا في الشارع كل يوم، اشمعنا بقى عند هنا ووقفنا والكل وقف والموضوع بقى ترند؟ انا شايفة انه كل اللي بيحصل ده يعني افوار على الفاضي. في قضايا كتير جدا جدا في البلد ممكن نلتفت ليها. لا بقى وكمان شركة الشيبسي عايزة تحط صورتها وتكتب اسمها وشيبسي هايدي بقى، وايه كله بقى في الزيطة. في ايه يا جدعان؟ في ايه بجد؟ بأمانة هي بنوتة حلوة أمورة بسيطة. صدقوني ناس كتير قوي بتعمل كده، ليه ما بتطلعش ترند؟ ولا هو يعني علشان ما بيبقاش قدام السوبر ماركت دايما كاميرات، او الموقف ده ممكن يحصل في يعني في حتة بعيدة عن السوبر ماركت؟ يا جماعة بصوا، يعني انا شايفة بصراحة يعني ده تهريج قوي اللي بيحصل، تهريج قوي يا جماعة قوي. طيب دلوقتي اتكرمت وشركة شيبسي عايزة تكرمها، والفنان حتى تامر حسني كرمها وكانت البنت مصدومة. ايه ده؟ هو انا اديت 5 جنيه لواحد شحات وصلت لتامر حسني؟ الله، وبغني كمان معاه على الستيج يا جدعان. يا جدعان ده يعني الحوار طلع حلو قوي. نصيحتي في الفيديو ده ما تروحش سوبر ماركت غير لما تكون متأكد ان في كاميرات حواليك، غير كده ما تروحش. لا بجد يا جماعة صراحة موضوع يعني مضحك اكتر من ان هو جد قوي. هتقولي لي بقى دي انسانة حلوة ودي مش مثال ونموذج للتربية الإيجابية و طب ما يعني انتوا مش واثقين ان عيالكم متربيين كده؟ طب يا جماعة يعني طب ايه؟ طب ايه بجد يعني؟ صدقوني موقف بيحصل يوميا، يوميا في الشارع، في عند سوبر ماركت، عند اي مكان بيحصل يوميا. لما بتلاقي، ولو مش بيحصل ما كانش في ناس كتير اتخطفت. ما هو اغلبية بقى الاساليب بتاعة الخطف هو ساعديني وصليني هنا مش عارف في الشارع دوت بتاع ايه خلصت. فيا جدعان يعني خفوا افوار شويه، كفايه قوي يعني. مش الموضوع حلو وجميل برضو عشان محدش يجي يقول لي انت بتنتقدي ليه البنوته؟ ليه مش عارف مش فرحانه ان في حد بيدعمها بيشجعها؟ احنا بنشجع الاطفال يا جماعه، الكلام ده كله جميل وزي الفل و100 فل 10، بس اللي حصل ده اوفر، اوفر بجد يعني. خلاص يا جدعان يعني اوفر بجد. زي ما عرفتوا تجيبوا اسمها ورقمها ورقم عيلتها وتتواصلوا معاهم وتحصل كل الضجة دي، ما جبتوش ليه بقى من نفس الكاميرات دي التفاصيل بتاعة الراجل اللي غلبان ده؟ لو هو غلبان بصحيح ممكن تقولي لي اصلي الشحاتين دول عندهم الوفات وهما بس بيتسولوا كده وراكنين كرامتهم على جنب وبيتسولوا علشان دي شغلانتهم وبتاع. طيب اوكي انا معاكي،
طب لما انا اعلم بنتي او ابني، لما تلاقي حد بيتسول او حد شحات تديله الفلوس اللي انت واخدها علشان تشتري بيها ايا كان هو ايه اللي هيشتريه، هل ده حلو؟ ما انا كده بساعد على التسول وانتشاره في البلد. ولا النقطة دي ما جاتش في دماغ حد في الناس اللي طلعت الموضوع ترند؟ بعدين يعني ليه مثلا ما حدش فكر ان ممكن تكون دي تمثيليه؟ ما هو كتير قوي قوي من صناع المحتوى بيعملوا الجزئيه دي، اللي هو يعملوا موقف وكتير قوي عمل حته انه حد فقير وشحات وراح ساعده وفي الاخر طلع يخطفه وحكايات بقى. انا برضو استبعد الجزئيه دي، لكن صدقوني وارده، يعني وارد ان الاحتمال ده يكون هو بالفعل. يعني يا جدعان ده كرهت الشيبسي يلا من ربنا، يعني بجد كنت بموت في حاجه اسمها شيبسي، دلوقتي كرهته خلاص. يعني انا ناقص ان انا افتح كيس الشيبسي تطلع لي هايدي، ليه يعني؟ ليه يا جدعان بس كده؟ حتى صدقوني مامتها وباباها مصدومين مبهورين، حتى لما بيحكوا في قناه لما استضافوهم، فباباها بيقول ان الموضوع عادي، يعني عدى، مامتها جت حكت لي وتمام شاطره وبنشجعها وخلاص الموضوع عدى، ايه لازمه بقى الضجه دي كلها؟ يعني هو برضو اتصدم، ما كانش متوقع ان الحوار هيطلع قوي كده طبعا وتبقى مثال سميرة موسى مثلا ولا حاجة. برضو كده يا جدعان، يا جدعان يعني نعقل شوية. نعقل شوية يا جدعان، في حاجات أبدا من كده. المهم بقى الفيديو اللي جاي هعمل لكم طريقة عمل الشيبسي، ولا ايه رأيكم؟ عايزين طريقة عمل الشيبسي ولا عايزين قصة حياة هايدي؟